فبينزل وراها بس مش بيلحقها، وبيلاقي شقته انفجرت، وهو بيلاقي ناس بيبصوله، فبيفتكر كلام الست بتاعت الكروت، فبيهرب على بيت ابوه في الريف بسرعة، وبيقعد يفكر طب اهرب منهم ازاي دلوقتي؟ اسلم نفسي للشرطة؟ طب اقول لهم بتهمة ايه؟ خلاص انا اكلم الصحافة. طب لو قالوا عليا مجنون؟ فبيرن على مينسوك بس مش بترد عليه. تاني يوم مينسوك بتروح فرح صاحبتها، وبتبقى الشريرة مراقباها، وبتولع في الفرح كله. قال ايه؟ عشان هو كده كده مش هيسيب حبيبته تتأذي، وهيجي ينقذها. وهو بيصحى بيلاقي اخبار عن الحريقة، فبيرن عليها بس مش بترد، فبيروح بسرعة البنك يسحب فلوس، وبيطير عليها، ودي بيبقى السقف خلاص هيسفلتها، بس هو بينقذها بعد ما كانت هتموت من الخوف، فبتحضنه وبتقوله انت جبت الفلوس منين؟ فبيقول لها قفلت حساب البيت، ودي المبنى كله بيولع، وهي بتتخانق معاه عشان الفلوس، فهو بيعمل فتحة في الحيطة عشان الناس تطلع، وبيديها استمارة تسجيل جوازهم، وبيقول لها قدمي على السكن باسمك، ممكن نكسب في سكن المتجوزين جديد. فبتفرد وشها وبيتنحوا لبعض كده، بس الدنيا بتنهار حواليهم، وبيدخل عليهم مساعد الشريرة، وبتبقى في ايده أنبوبتين، طبعا بيبقى واخد قوة هواجيت، وسانجوك بقى بيستخدم آخر فلوس معاه، فبيطيره، وقبل ما يضربها هي كمان بيجي سانجوك يحدفه بتاع حديد كده، وبيبقى جايب القوة دي منين بقى؟ من فلوس النقطة بتاعت العريس والعروسة، وبيروح واقع من التعب، وبنلاقي بقى المحامي وبنمي داخلين من الحيطة، وبيطلعوا يعرفوا أبوه، فالمحامي بيديله فلوس عشان يفوق كده، وبيقوله احنا جمعية البشر الخارقين، وده مش فاهم حاجة وبيروح مغمى عليه. بيفوق بقى بيلاقي نفسه عند المحامي، فبيعرفه بقى بيهم، وبنعرف ان بورمي عندها قدرة تحريك الحاجات بذهنها على حسب السعرات الحرارية اللي بتاكلها، وهو بيقدر يعدي من الحيطة حسب شربه للكحول، وبيقوله احنا بنتجمع مع بعض ونساعد الناس اللي بتحتاجنا، فهو ما بيعجبوش الكلام، وبيقول لمنسوك يلا نمشي، فبيقوله تفتكر مين اللي ولع في بيتك؟ وبيروحوا يوروه بقى مكانهم السري، وبنعرف ان في شركة اسمها بيوما مهتمة بالبشر الخارقين، وبتصطادهم وبتعمل تجارب على البشر، وللأسف هدفهم الجاي هو سانجوك، والمحامي بيقوله إنه مش لازم يستخبى ويمارس حياته عادي جدا، وهم هيحاولوا في الوقت ده يمسكوا عليهم حاجة، والشرطة بتروح مكان الحريق وبيشوفوا صندوق النقطة فاضي، وبيشوف فيديو الكاشيرو في المكان، وبيروح بقى سانجوك مع بونمي عشان تدربه شوية على الشيل، بدل ما هو من أي مجهود بيعمله بياخد منه فلوس، والمحامي كمان بيلعبوا بوكس بس بيبقى بطيء قوي، فبيقعد بقى يتدرب كل يوم حتى في الشغل، وبيراجع الحركات. وفي يوم المحامي بيقوله عايزين نروح نتأكد من مزرعة بيومة، وبتروح بونمي مدياله هدية، يا ترى ايه هي؟ طقم داخلي بيوب عشان يحط فيه الفلوس، وماسك عشان يغطي وشه، وبيلاقي وهو مروح شباب هيسرقوا بنت، فبيعلمهم الأدب، وبيرجع البلاي ستيشن قدام باب الراجل اللي خده منه، وكلهم بيبقوا فرحانين، ومن ثم بتقوله إنها موافقة على تدريبه طالما بيصرف من مصروفه بس، وبتقوله إنها كسبت في نصيب الإسكان، فبيفرحوا هما الاتنين، بس بيبقى ناقصهم بقى فلوس الدفعات، فبتقوله إنها هتروح شغل تاني عارض ضعف المرتب بتاعها، فبيفرحوا جدا. الشريرة بقى مساعدها بيبقى تعبان، فبتحقنه بحقنة قوة تانية، وبنروح بقى لجمعية الأبطال الخارقين، وبيروحوا يوصلوا حاجات لناس فقراء، ومنهم العجوز دو اللي عنده قوة إنه يقرا المستقبل، وبيدخلوا سانجوك فبيقولوا حاجات هو مش فاهمها، وبيخرجوا بقى بيلاقوا الأشرار بيحدفوا عليهم أنبوبة بتنفجر جنبهم، فبونمي بتاخد العجوز دو لمكان أمان، والمحامي بيدي سانجوك فلوس عشان يهرب، وبيروح لهم هو بس، طبعا عددهم كبير جدا، فسانجوك بيكلم الست بتاعة الكروت تديله كارد تاني، والمحامي بيروح لبون مي وبيلاقوا رجالة كتير جدا جايين وراه والشريرة معاهم، فالعجوز ده بيقول لها انه هيرجع قريب وهتطردي من بيتك وهتموتي، فبتروح ضرباه بالمسدس، بس سانجوك بيمسك الطلقة وبيبقى جيوبه مليانة فلوس، وبيبدأوا بقى يضربوا في بعض، وبون مي بتاخد العجوز ده
عشان تحميه بعيد عنهم. وبعد ما بيخلصوا على كتير منهم بيجي المساعد بتاعها وبيبقى أقوى من الأول، وهو مش عارف يسد معاه خالص وفلوسه بتخلص، فبياخده بقى بآخر حاجة معاه وبيقعوا هما الاتنين في النافورة. فالنار اللي في ايد المساعد بتتطفي عشان المية، فسانجوك بياخد فرصته بقى بس ما بيلحقش وبيروح واخده مغرقه وبيبقى خلاص هيموت. بس بتبقى دي النافورة بتاعت الأمنيات، فبيلموا عملات الناس وبيروح مديله بوكس مطيره. وبيخلص ملخصنا هنا. لو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب واشوفكم في ملخص تاني. سلام.